تقول صاحبة القصة أنا كنت أشتغل بمحل ملابس. صاحبة المحل كان عندها أخت دايما تجينا المحل تزور أختها وتتكي معاها. بعد فترة جاتني صاحبة المحل وسألتني هل أنا مرتبطة أو مخطوبة. طبعا أنا كنت مخطوبة لشخص لكن ما حصل نصيب، ووقتها القلب فاضي، وقالت لي إن أختها تبغى تزوج ولدها وإني أنا جيت على بالها فإيش رأيي. وصارت تمدح بولد أختها إنه ما شاء الله حلو وقوي وعضلات ومن هذا الكلام. طبعا أنا في البداية ما ارتحت، بس من كثر ما زنت على راسي وافقت إني أشوفه وأتكلم معاه. وطبعا طول فترة الإقناع هذه كانت مدلعتني تجيب لي قهوة وحلا، كأنها قاعدة ترشيني عشان أوافق. جاء اليوم اللي راح نتقابل فيه، طبعا توعدنا بكافيه. لما وصلت ما عرفته لأني باختصار ما شفته من قبل. جلست واقفة وهو الظاهر إنه شايفني، يعني أكيد وراه صورة لي، فهو عرفني ورفع يده. خلوني أقول لكم الشكل، الآدمي طالع مرة حلو، وفعلا زي ما قالت ما شاء الله مرتب وصحي رياضي، هو حلاوة. بس انصدمت من الشخصية الزفت، يديني النظرة هذه اللي كأنه محاب الوضع، وما يتكلم، كلامه قليل. جلسنا طول الموعد هو يطالع في الشباك وانا طالع فيه مصدومة، ايش بو هذا. عدى اليوم الثاني رحت للدوام، وجتني صاحبة المحل اللي هي خالته، جلست تسألني وتسأل وانا صراحة كانت واصلة معاي ومتنكدة، وهي لاحظت هذا الشيء. قلت لها صراحة ولد اختك كان مرة بارد وكأنه مجبور يطلع معايا، ولا تكلم معايا ولا شيء، كأني شفافة قدامه. قامت ضحكت وقالت لا هو كذا شخصيته وما ياخذ يدي، كلامه قليل يعني. قال لك ثقيل جدي. ورجعت تمدح فيه وعادت لي نفس الموال، كل مرة تحاول تقنعني، وأنا صراحة قلبي مو مرتاح. من كثر الضغط عديت، قلت ها يمكن يتغير، بس أبد، لا حياة لمن تنادي. جلسنا أسبوع على هذا الحال، أمه وخالته متكفلين بكل شيء، التحضيرات ومبسوطين، وأهلي كمان معاهم كأنهم هم اللي بيتزوجون مو أنا. الصراحة ما عشت هذيك اللحظات الحلوة بين اثنين مخطوبين، ما سوينا حفلة خطبة، على طول زواج، يعني قال لك بدون مصاريف زايدة. وللأمانة أنا كنت عايشة دور العروس اللي قاعد جهز، لكن أحس إني عروس من غير عريس. تخيلوا إنه شهر كامل ما تكلمنا إلا مرة، وأنا كنت متحملة وساكتة وأشوف أهله وأهلي مبسوطين. يوم عليكم من يدي مسكته لون أصفر، صدقوا انت بنتبه لها. المهم ان اهله واهلي مبسوطين، وما حبيت اني انكد عليهم، وكنت قاعده اسوي نفسي مبسوطه وانا داخليا والله اني زعلانه. يعني ليش كذا قاعد يسوي؟ ليش ما اعطى علاقتنا فرصه ولا حاول حتى؟ لما قرب موعد الزواج انا خلاص وصلت معي، يعني الرجال مو حولي ولا كأنه بيتزوج، عايش مثل قبل وما في شيء هامه. طبعا انا خلاص الصمام عندي وصل، خلاص اتش ولا اف خلاص وصلت معي. قلت له اسمع لازم نتقابل، وفعلا تقابلنا، وقلت له كل شيء في قلبي. انت ليش بارد؟ ولا كأني موجودة، اذا ما تبغى تتزوج قول، كأنك مجبور عليا، وانا ايش سويت لك؟ وجلست اتكلم، ما خليت ولا شيء في قلبي اللي خرجته. وهو عصب وقال انا مشغول ماني فاضي. قلت له شوف من الاخر، ما عاد ابغى ذا الزواج، وكل واحد فينا الله ييسر له، سلام عليكم. سحبت عليه ومشيت. لحقني ووقفني وقال لي مو على كيفك، انت كذا قاعده تقررين لحالك، احنا بنتزوج. قم ضحكت في وجهه، قلت له ليش تبغانا نتزوج؟ طبعا انا تخيلاتي الورديه انه يقول لي عشاني انا احبك وابغاك، لاني انا الصدق حبيته. اي والله اني حبيته، رغم انه ما نتكلم كثير وهو نفسيه، لكني حبيته. وش اسوي؟ طيب استنى الرد اللي في مخي يقوله. ايش قام قال لي؟ قال لأن أمي وخالتي مبسوطين قاعدين يحضرون لزواجنا، مو حلوة نزعلهم. يا ربي يا حياتي، مو هاين على تعب أمه وخالته، وأنا إيش أحس بكيفي. قلت له ها بس كذا يعني أنا مزهرية هنا؟ لا مزهرية، لا أنا وهذه واحد صح؟ وقتها انفجر وعصب وقال اسمعي أنا حب ما أحبك، بس أبغى أتزوج وبنتزوج وخلاص، سكر على الموضوع. تستوعب هذا إيش قاعد يقول المريض ذا؟ هو فعلا قال لي أنا ما أحبك كذا على طول في وجهي، بس أنا هبلة كنت أحبه وما قدرت إني أسيبه. وصح كلامه، خلصوا التحضيرات، دفعوا الفلوس، وهو معند إلا يتزوج. جاء يوم الزواج، وللأمانة كنت مرة فرحانة لأني عروسة، لبست الفستان، تمكيجت، كنت أبغى أطلع مرة حلوة، يمكن ينعجب فيني.